في إطار محاربة ظاهرة عصابات الأحياء وبغرض الحفاظ على النظام والأمن العموميين وسط السكان. وبعد ورود مكالمة هاتفية إلى مركز العمليات بمقر المجموعة عبر الرقم الأخضر 1055 من طرف أحد المواطنين بمشتى القناطر بلدية العلمة، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتهديد والتعدي على ممتلكات الغير حاملين أسلحة بيضاء، مما أدى إلى بث الرعب والقلق وسط السكان. على الفور تم إخطار الفرقة المختصة إقليميا، أين تم التنقل إلى عين المكان، وبعد مشاهدة المعتدين لأفراد الدرك الوطني لاذوا بالفرار. بعد الاستعلام والتحري تم التعرف على الفاعلين، وفي ظرف وجيز تمكن مستخدمي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعلمة من إلقاء القبض على 3 أشخاص متورطين في الاعتداء، مع حجز أسلحة بيضاء تتمثل في سيف كبير الحجم و4 سكاكين، رفش، مطرقة، مجسم لبندقية صيد من الخشب. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.